السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة صوت الأخبار، وهذه العناوين. وليد الركراكي يكشف عن لائحة المنتخب المغربي في هذا الموعد، مع أخبار عن أشرف حكيمي. تعود المنافسة من جديد بين الفرنسي كيليان مبابي وليونيل ميسي عن لقب جديد. قبل التفاصيل نتمنى ونرجو أن تدعمونا فضلا وليس أمرا. لنبدأ. حدد المدرب الوطني وليد الركراكي يوم الخميس 16 مارس المقبل كموعد للإعلان عن لائحة المنتخب المغربي التي ستخوض المباراتين الوديتين أمام البرازيل والبيرو. وحسب مصادر ستشهد هذه اللائحة عودة بعض اللاعبين الذين غابوا في المونديال مع تواجد آخرين جدد لأول مرة سيلعبون مع المنتخب، وعلى رأسهم لاعب الإس ميلان الإيطالي إبراهيم دياز. وعن أخبار تعافي اللاعب الدولي أشرف حكيمي، كشف مدرب PSG كريستوف غالتيه في تصريح صحفي أن حكيمي سيشارك في الحصة التدريبية كاملة يوم السبت بعدما خاض جزءا من تدريب أمس الجمعة، غير أن احتمال مشاركته أمام أولمبيك مارسيليا تتوقف على آخر حصة تدريبية سيجريها. وكانت هذه الأخبار أيضا سارة بالنسبة لإطار والناخب الوطني وليد الركراكي، حيث يعتبر حكيمي لاعب أساسي مهم في المنتخب المغربي. تعود المنافسة من جديد بين الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بعد المنافسة عن اللقب العالمي، والتي آلت للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفقائه. تتجدد المواجهة من جديد بين الزميلين في باريس سان جيرمان عن الكرة الذهبية أو لقب أحسن لاعب لهذه السنة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول. وحسب المعطيات والمؤشرات فإن الواضح أن ليونيل ميسي هو الأقرب للفوز بهذا اللقب. وللإشارة فقد سبق لميسي الفوز بهذه الجائزة 7 مرات، وربما ستكون الثامنة هذا العام، لتستمر عقدة مبابي تجاه ميسي. ولهذا السبب فإن مبابي سعيد جدا بفكرة رحيل ميسي عن PSG الصيف القادم، كما أوردت تقارير إخبارية فرنسية، وذلك لرغبة مبابي أن يكون النجم الأوحد للفريق الباريزي، خاصة وأن علاقته مع زميله ميسي ليست في أفضل حال. بالمغربية ما كيتحاملش معاه نهائيا، وهذا الشيء كان واضح في العديد من المقابلات التي يجريها فريق الباريزي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى أن تدعمونا بالاشتراك والإعجاب، وشكرا لكم مسبقا.